وبالشكل ده يا حبايبي نكون عملنا اطعم واحلى بودنج يوركشر جنب اي اكل، يعني بيتاكل مع اللحوم، مع الفراخ، مع الاسماك، مع الجبن، او ممكن يتاكل كده اهو. بصي، ودلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض البودنج يوركشر بمقادير مظبوطه 100 100. اول حاجه عندي كوبايه دقيق ابيض، بتبقى عباره عن 120 جرام، ورشه ملح، وثلاث بيضات، وكوبايه وربع لبن، بيبقوا حوالي 300 جرام. هنفضي كله على بعضه بالشكل ده يا حبايبي. الثلاث بيضات هحط عليهم ذره الملح، وهحط عليهم الكوبايه وربع اللبن اهو بالشكل ده، وهنقلب بالمضرب العادي اليدوي. عندي 120 جرام من الدقيق الابيض اهو، هنضيفهم كده وهنقلب كله على بعضه بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي بالمضرب اليدوي، واهو الخليط بتاعنا بقى بالشكل ده اهو، بالشكل ده. دلوقتي بقى هنغطيه بالبلاستيك بتاع الطعام، وهندخله التلاجة. ممكن تسيبيه 3-4 ساعات، وممكن تبيتيه هيبقى افضل. انا هبيته وتاني يوم هنشوفه ونكمل مع بعض. حبايبي بعد ما عملنا العيار الواحد مع بعض، انا عندي في البيت هنا بيحبوها جدا جدا، فانا هعمل عيار تاني بالشكل ده حبايبي. انا عملت عيارين، ودلوقتي بقى هغطيهم وهدخلهم التلاجة، وبكره هنكمل مع بعض يا حبايبي. ده تاني يوم اهو، انا طلعت العجينه اهي من التلاجة، العيارين. والمفروض في القوالب بتاعه الكب كيك دي بيحطوا معلقه، المفروض يا حبايبي في الكب كيكات دي كل واحده من الكب كيك يتحط لها معلقه من الزيت، ويتحط كل الصينيه دي تتحط في الفرن لمده 10 دقايق عشان الزيت يسخن. انا بقى اقتصرت الموضوع ده، وحطيت الزيت هنا في الكسرونه، وسخنته حلو قوي قوي، وعشان اعرفه ان هو سخن حطيت نقطه من العجينه اهي بصي. ودلوقتي بقى هفضي كده بالشكل ده، بدل ما اشغل الفرن عليها، لا انا اهو بالشكل ده هحط في الوحدات بتاعتي كلها الفرن دلوقتي اهو بالشكل ده اهو. هحط الكميه كلها حبايبي. للعيار التاني انا حطيت بدل الزيت حطيت سمن، ودلوقتي هعمله في الوحدات السيليكون دي اهو. سخنت برضو السمنه ومشغله الفرن طبعا. ودلوقتي بقى هنحط كده ده حبايبي. بعد ما سخنت السمنه حلوه قوي قوي في الكسرونه، حطيتها في وحدات السيليكون، واهو العيار التاني هنقلبه برضو تقليبه حلوه كده. ودلوقتي هنفضي كده في الوحدات بتاعتنا، نحطها في الفرن بسرعه. وبالشكل ده حبايبي البودنج طالع بودن لانكشر اهو، طالع خطير في الجمال اهو. بيتاكل بيه جبنه، بيتاكل كده لوحده، بيتاكل مع اللحوم، مع الفراخ. حلو قوي قوي، طعمه جميل جدا جدا. ودي الوحدات اللي احنا عاملينها بالسمنه، اللي حاطين لها السمنه بصي طريه اهي، واللي بالزيت طالعه ناشفه شويه. فهو اساسه ان هو بيتعمل بتحطي معلقه زيت. فانتي عشان يطلع منك المقدار بالظبط، وتطلع الوحدات منك 100 100، تحت كل واحده من الكب كيكات حطي معلقه واحده يا اما زيت يا اما سمن، هتطلع لك بالجمال والحلاوه دي اهو. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا اطعم واحلى بودنج يوركشر، وبألف هنا. باي باي.